ما راح تصدقون وش صار مع البنت. وإذا عجبكم المقطع لا تنسون تسوون اشتراك وتنشرونه بعد. هقول لكم قصة صارت مع بنت اسمها أميرة. قصة لو ما كانت هي اللي حكاتها ما حد بيصدق. إحنا تونا منتقلين لبيت جديد والتعب كان ماكلنا طول اليوم وإحنا نرتب الغرف ونفك الصناديق. الليلة نزلت علينا بدون ما ننتبه وأميرة نامت من شدة الإرهاق. بنص الليل صحيت مفزوعة، حست إن فيه أحد يطالعها. لما فتحت عيونها شافت عيون حمراء تطلع من داخل دولاب غرفتها، عيون ثابتة وكأنها تنتظر. أميرة قامت تهرب وركضت على غرفة أهلها وهي ترجف. أبوها قام معصب وفتح الدولاب كل قوته لكن ما كان فيه أحد. أمها هدتها ورجعتها تنام تحاول تطمنها إن كل اللي شافته يمكن كان خيال. بس أميرة ما كانت مرتاحة وخوفها خلاها تمسك الجوال وتبدأ تسجل فيديو بالغرفة طول الليل. الصبح وهي تشوف التسجيل قلبها وقف. شافت مرة لابسة لبس راهبة تطلع من داخل الدولاب وتتحرك باتجاه سريرها كأنها بتهاجمها. أميرة ركضت على أبوها وورته الفيديو ووجهه تغير من الصدمة. بدون ما يفكر ولا لحظة قرر يبيع البيت فوراً ويطلع منه قبل ما يصير شيء أسوأ.